قبل ما نبدأ، سيب أي قناعة عندك عند باب اللحظة دي، واعتبر الدقايق الجاية مش محاولة للإقناع، لكن دي دعوة إنك تشوف الحياة من زاوية يمكن تكون نسيتها من زمان. وهنا في قعدة الروقان إحنا مش بندور على إجابات جاهزة، لكن إحنا بندور على فهم أعمق. ولما الفكرة تلمس قلبك هتلاقيها محفوظة في قعدة روقان، أرشيف القلوب، المكان اللي الذكريات فيه مش مجرد ماضي، لكن دروس ومشاعر وحكايات لسه بتشكل حاضرنا. أنا نعمة الكومي، وده بودكاست قعدة روقان. اتخيل إنك رجعت لنفس الشخص اللي كسرك، ونفس العلاقة ونفس الشغل ونفس الحلم ونفس المكان ونفس الحياة اللي قلت في يوم أنا خلاص مش هرجع لها، ورجعت. بس عندك أمل المرة دي إن النتيجة هتكون مختلفة. وهنا عندي سؤال ممكن يضايقك شوية: إيه اللي يخليك متوقع إن النهاية هتتغير وإنت لسه داخل بنفس العقلية وبنفس الاختيارات وبنفس ردود الأفعال وبنفس الشخص اللي كان موجود في المرة الأولى؟ إحنا عندنا اعتقاد غريب جدا اسمه الفرصة التانية، بنقولها كأن الفرصة التانية عندها قوة سحرية، وكأن مجرد إن الحياة ادتنا فرصة نعيد التجربة يبقى تلقائيا هنوصل لنهاية جديدة. لكن الحقيقة القاسية هي إن الفرصة التانية مش معناها إنك بتعيد التجربة. الفرصة التانية معناها إنك بتعيد التجربة بنسخة مختلفة منك، لأن لو كل حاجة فضلت زي ما هي فدي مش فرصة تانية، دي إعادة للمأساة بنفس السيناريو. خلينا نبدأ من سؤال أبسط: ليه أصلا بنحب الفرص التانية؟ لأن الإنسان عنده مشكلة مع النهايات. إحنا مش بنحب الحاجات اللي بتنتهي من غير ما نفهم ليه انتهت. العلاقة بتنتهي فنقعد نسأل: طب لو اتكلمنا أكتر؟ طيب لو هو فهمني؟ طب لو أنا كنت هادي أكتر؟ طب لو الظروف كانت أحسن؟ طب لو رجعنا؟ والأخطر يمكن المرة الجاية تنجح. الجملة دي ممكن تكون أمل وممكن تكون فخ، لأن أحيانا إحنا مش عايزين فرصة تانية، لكن إحنا عايزين نهاية مختلفة للقصة القديمة، ودي حاجة مختلفة. في فرق كبير بإنك تقول أنا عايز أرجع وإنك تقول أنا عايز أعرف إذا كان اللي بينا يستحق فرصة جديدة. الأول فيها اشتياق، التانية فيها وعي، والفرق بينهم ممكن يكون الفرق بين إنك تبدأ حياة جديدة وإنك تعيد نفس الجرح من البداية. تعالوا نفترض إن شخصين انفصلوا ورجعوا لبعض بعد فترة، هو نفسه وهي نفسها، ونفس المشاكل ونفس طريقة الكلام ونفس العصبية ونفس الصمت وقت الخلاف ونفس الهروب ونفس الاحتياجات اللي محدش بيتكلم عنها ونفس التوقعات ونفس الخوف ونفس طريقة اختيار الكلمات ونفس طريقة العقاب ونفس طريقة الانسحاب، وبعدين يقولوا احنا بندي العلاقة فرصة تانية. لا، بمنتهى الصراحة انتوا مش بتدوا العلاقة فرصة تانية، انتوا بتدوا المشكلة القديمة فرصة تانية. وده ينطبق على كل حاجة. واحد ساب شغل لأنه كان بيكرهه، وبعد فترة رجع لنفس المجال بنفس طريقة التفكير وبعدين اتضايق. واحد فشل في مشروع قرر يبدأ من جديد، بس ما رجعش بسبب الفشل. نفس الخطة ونفس الإدارة ونفس العادات ونفس الإنفاق ونفس طريقة التعامل مع السوق، وبعدين يقول الحظ ما وقفش معايا. يمكن المشكلة ما كانتش في الحظ، يمكن المشكلة إنك دخلت الجولة التانية بنفس أخطاء الجولة الأولى. وهنا بقى الجزء المستفز: إحنا ساعات بنطلب من الحياة فرصة تانية، لكن مش بنطلب من نفسنا نسخة تانية. عايزين ظروف جديدة وناس جديدة وأبواب جديدة ونتائج جديدة، لكن بنفس الشخصية. وده شبه واحد داخل امتحان للمرة التانية وهو مذاكر نفس الإجابات الغلط، وبعد النتيجة يقول واضح إن الامتحان ضده. طيب إيه هي النسخة التانية؟ هل معناها إنك تتحول لشخص تاني؟ لا، وده خطأ منتشر. النسخة التانية مش معناها إنك تمسح شخصيتك، مش معناها إنك تبقى بارد بدل حساس، ولا ضعيف بدل طيب، ولا قاسي بدل متسامح. النسخة التانية معناها إنك تفضل أنت، لكن بعد ما تفهم أنت، تفهم أخطائك وتفهم حدودك وتفهم احتياجاتك وتفهم نقط ضعفك وتفهم اختياراتك وتفهم ليه اخترت أصلا الحاجة اللي وجعتك. لأن في سؤال إحنا قليل لما بنسأله:
ليه أنا قبلت. بنفضل نسأل ليه هو عمل كده، ليه هو كذب، وليه هي بعدت، وليه المدير ظلمني، وليه صاحبي خذلني، وليه الفرصة ضاعت. لكن قليل جدا لما بنقف قدام المراية ونقول أنا كنت فين من كل ده. وده مش معناه إنك تلوم نفسك على أذى حد عمله فيك، لكن معناه إنك تستعيد الجزء الوحيد اللي تقدر تتحكم فيه، وهو اختياراتك الجاية. لأنك مش هتقدر تتحكم في إنسان خذلك، لكن تقدر تتحكم في مين تسمح له ويدخل حياتك. ومش هتقدر تمنع كل فرصة من الفشل، لكن تقدر تتعلم إزاي تقرأ إشارات الفشل بدري. ومش هتقدر تمنع كل علاقة إنها تنتهي، لكن تقدر تمنع نفسك من تجاهل نفس العلامات الحمراء للمرة الثالثة. وهنا المفاجأة، أحيانا الفرصة التانية مش بتكون مع نفس الشخص، أحيانا الفرصة التانية بتكون مع نفسك. يمكن الحياة ما رجعتلكش ولا رجعت الشخص عشان تكمل معاه، يمكن رجع لك الموقف عشان تشوفه بعين مختلفة. يمكن نفس النوع من العلاقات ظهر تاني عشان تعرف إن المشكلة مش في كل الناس. ويمكن نفس نوع الفرصة المهنية جه تاني عشان تثبت لنفسك إنك اتعلمت. ويمكن نفس الخوف رجع عشان تكتشف إنك المرة دي مش هتهرب. إحنا أحيانا بنتعامل مع التكرار كأنه عقوبة، لكن التكرار ممكن يكون اختبار. والسؤال مش ليه ده بيتكرر معايا، السؤال الأهم أنا لسه برد بنفس الطريقة؟ لأن الموقف ممكن يتكرر، لكن لو رد فعلك اتغير فالنتيجة ممكن تتغير. خليني أقول لك حاجة يمكن تضايقك، أحيانا أنت مش محتاج فرصة جديدة، لكن أنت محتاج قرار جديد. لأنك ممكن تكون مستني فرصة ترجع لك، مع أن الفرصة موجودة بالفعل، بس أنت مش شايفها لأنك مستني شكل معين منها. مستني اعتذار، ومستني شخص يرجع، ومستني مكالمة، ومستني وظيفة، ومستني حد يقول أنا غلطت. وممكن تستنى العمر كله، مع أن النسخة الجديدة منك المفروض تسأل طيب لو محدش رجع أنا هعمل إيه؟ وهنا بتبدأ الحرية. الفرصة التانية الحقيقية مش هي خلينا نجرب تاني، الفرصة التانية الحقيقية هي خلينا نفهم إيه اللي حصل أول مرة. لأن التجربة الأولى من غير فهم بتتحول لتكرار، والتكرار من غير وعي بيتحول لنمط، والنمط بيتحول لحياة. عشان كده لو العلاقة رجعت ما تسألش لسه بتحبني، لكن اسأل إيه اللي اتغير. لو مفيش إجابة واضحة فممكن يكون اللي رجع هو الاشتياق مش العلاقة. لو الشغل رجع لك ما تسألش المرتب كام، بس اسأل هل الظروف اللي خلتني أسيبه اتغيرت. لو المشروع هيرجع ما تسألش هنبدأ إمتى، اسأل إيه اللي هنغيره لو بدأنا. ولو الصداقة هترجع ما تسألش إحنا وحشنا بعض، أكيد وحشتوا بعض، لكن السؤال هل اتعلمنا إزاي نختلف من غير ما نخسر بعض. لأن الحنين مش دليل على صلاحية العودة، ودي من أخطر الحاجات اللي ممكن الإنسان يصدقها. إنك وحشتك حاجة مش معناها إنها مناسبة ليك. أنت ممكن تشتاق لبيت قديم ومع ذلك ما ينفعش تعيش فيه، ممكن تشتاق لشخص ومع ذلك تعرف إن وجوده في حياتك كان مؤذي، وممكن تشتاق لمرحلة لكن ما ينفعش ترجع تعيش بنفس عقلية المرحلة دي. الاشتياق بيتعلق بالذاكرة، لكن القرار لازم يتعلق بالواقع. وفي العلاقات تحديدا في ناس بتفتكر إن إعطاء فرصة تانية دليل على الحب. مش دايما، أحيانا إعطاء فرصة تانية دليل على الحب، وأحيانا دليل على الخوف من الوحدة، وأحيانا دليل على إنك متعلق بالنسخة القديمة من الشخص، وأحيانا دليل على إنك مش قادر تتقبل إن القصة انتهت. وعشان كده لازم تسأل نفسك سؤال صريح جدا، أنا عايز الشخص ده ولا عايز الإحساس اللي كنت بحسه وأنا معاه؟ لأن ممكن تكون مش مشتاق للشخص، أنت مشتاق لنفسك وأنت معاه، مشتاق للضحك وللأمان وللاهتمام ولرسالة الصبح والإحساس إن في حد بيسأل عليك. والعقل أحيانا بيختصر كل ده في شخص واحد فيقولك ارجع له، لكن الحقيقة ممكن تكون ابحث عن الإحساس ده بطريقة صحية جديدة. وعارف إيه الأخطر؟ إننا ساعات بنستخدم الفرصة التانية كذريعة عشان ما نضطرش نبدأ من الصفر، لأن البداية من الصفر مرعبة. إنك تتعرف على شخص جديد، تبدأ شغل جديد، تبني مشروع جديد، تتعلم مهارة جديدة، تعيش حياة جديدة، كل ده محتاج مجهود. أما الرجوع فهو مريح، أنت عارف المكان وعارف الشخص وعارف القصة، حتى الألم بقى مألوف. وده سبب غريب جدا يخلي الإنسان
يختار الألم المعروف بدل المجهول المحتمل. يعني ممكن ترجع لعلاقة مش لأنها صح، لكن لأنها مألوفة، ودي واحدة من أخطر الحيل النفسية. المألوف مش دايما أمان، والجديد مش دايما خطر. اتخيل إنك واقف قدام بابين، الباب الأول وراه حياة تعرفها بكل تفاصيلها حتى لو فيها وجع، والباب التاني وراه حاجة متعرفهاش، مفيش ضمانات. الإنسان غالبا هيميل للباب الأول، مش لأنه أفضل لكن لأنه مفهوم. وده يفسر ليه ناس كتير بترجع لنفس العلاقات ونفس الوظائف ونفس العادات ونفس الأخطاء، مش لأنها ناجحة لكن لأنها معروفة. وهنا بنوصل لأقصى سؤال في الحلقة: هل أنت فعلا عايز فرصة تانية، ولا أنت عايز تتأكد إنك ما كنتش غلطان أول مرة؟ لأن أحيانا الرجوع مش هدفه المستقبل، لكن هدفه إصلاح الماضي. عايز ترجع عشان تثبت إن العلاقة كان ممكن تنجح؟ عايز المشروع ينجح عشان تثبت للناس إنهم ظلموك؟ عايز الشخص يرجع عشان تقول شوف هو كان محتاجني؟ لكن لو ده السبب فأنت لسه متعلق في الماضي. النسخة الحقيقية مش بتدخل التجربة عشان تنتقم من النسخة الأولى، لكن بتدخلها عشان تتعلم منها. طيب إمتى الفرصة التانية تستحق؟ لما يكون في تغيير حقيقي، مش وعود ومش كلام، ومش المرة دي هبقى مختلف، لكن سلوك مختلف. ولما الشخص اللي كان بيهرب وقت الخلاف يتعلم يواجه، ولما الشخص اللي كان بيتجاهل يتعلم يسمع، ولما الشخص اللي كان بيكسر الحدود يتعلم يحترمها، ولما انت نفسك اللي كنت بتتنازل عن كل حاجة تتعلم تقول لأ، ولما المشروع اللي فشل يتغير في جوهره، ولما الخطة اللي فشلت تتراجع، ولما الأخطاء اللي حصلت تتحول لقواعد جديدة، ساعتها بس تبدأ الفرصة التانية. أما لو التغيير الوحيد هو مرور الوقت فده مش تغيير. الوقت لوحده ما بيعالجش كل حاجة، الوقت أحيانا بس بيخلينا نشتاق، لكن الاشتياق مش علاج، والاعتذار مش علاج، والكلام الجميل مش علاج، حتى الحب لوحده مش علاج، لكن التغيير هو العلاج. وعشان كده ممكن شخص يرجع لك بعد سنة لكن يكون هو نفسه، وممكن شخص تشوفه بعد شهر وتكتشف انه بقى شخص مختلف تماما. المعيار مش الزمن، المعيار هو ايه اللي حصل جوه الزمن ده. وخلينا نقلب الفكرة اكتر، ايه اللي بيحصل لو كانت الفرصة التانية ليك انت، وايه اللي هيحصل لو انت اللي محتاج تدي نفسك فرصة تانية؟ يمكن لسه شايف نفسك من خلال اكبر غلطة عملتها، يمكن كل مرة تقول انا فشلت، انا ضيعت، انا اخترت غلط، انا وثقت في الشخص الغلط، انا اتأخرت. لكن مين قال ان النسخة الاولى منك هي النسخة النهائية؟ ومين قال ان غلطة واحدة تملك حق تعريف حياتك كلها؟ الانسان احيانا بيكون قاسي جدا مع نفسه. لو صديق اخطأ نقول له اتعلم، لكن لما احنا نغلط نقول انا ضيعت حياتي. ليه التجربة عند الناس التانية اسمها خبرة وعندنا اسمها فشل؟ يمكن انت مش محتاج ترجع للماضي، يمكن محتاج بس تقف عن محاكمة نفسك عليه وتقول أنا كنت أتصرف بالوعي اللي كان عندي وقتها، دلوقتي وعي مختلف. وده مش تبرير، ده نضج.